طيب السلام عليكم يا شباب. هنشوف الفيديو بتاع النهاردة طريقة رسم الكويل سبرينج وكل ما يتعلق بالكويل سبرينج. تمام. طيب أول حاجة، هو انت الكويل سبرينج دوت انت عشان ترسمه فهو لازم أو يعني لازم ترسمه ما بين تو areas أو سطحين هما بارلل لبعض. تمام. طيب السطحين دولت احنا بنسميهم هنا السيتس بتاعت السبرينج. بيبقى عندك هنا توب أو الأبر سيت للسبرينج، وبيبقى عندك هنا البوتوم سيت، وبترسم بينهم السبرينج او بيكون بينهم السبرينج. طيب السيتس ديت هي ممكن تبقى خارجية زي كده، ويكون اللي هو ايه السيت ويكون السبرينج بقى هو اللي داخل جوه السيتس ديت بالاوتر ديامتر بتاعه. تمام، زي هنا زي اللي في الرسمة دي. تمام. او انت هنا لو بصيت هتلاقي ده السيت. تمام، فيه هو هو بفاي 31. ولو حسبنا هنا الاوتر ديامتر بتاع السبرينج ده هنلاقي المين ديامتر اللي هو هنا 25 بلس اللي هو ايه 5. اللي هو هيبقى ايه 30، 2.5 يمين و2.5 مش شمال، فيبقى 30. فانت هنا السبرينج ده هو هيخش جوه السيت ده بالاوتر ديامتر ايه بتاعه. تمام. طيب ممكن السيت لا يكون سيت داخلي. يعني ايه سيت داخلي؟ اللي هو هنا سيت داخل جوه السبرينج بقى. تمام، فانت سيت هو داخل جوه السبرينج جوه الانر ديامتر بتاعه. تمام، بالمنظر ده كده. تمام، بيتركب اللي هو ايه بالمنظر ده، بيخش جوه ايه السبرينج. تمام. طيب ايه فايدة اصلا السيتس ديت؟ فايدة السيتس ديت ان هي تضمن لي ان السبرينج دايما اللي هو يعني طول الوقت يكون في مكانه. اللي هو يعني انت اثناء الانضغاط، ما هو ممكن السبرينج دوت ايه اللي يحصل؟ ينطر لبره. فهو لا، علشان ما يحصلش الحركة ديت فاحنا بنحط السيتس ديت عشان طول الوقت يكون السبرينج اللي هو ايه في مكانه. تمام. طيب بنرسم بقى الكويل سبرينج ازاي؟ او قبل ما نرسم او قبل ما نعرف يعني اللي هو الكويل سبرينج بيترسم ازاي، هو اصلا الكويل سبرينج بيتعرف بايه؟ اي كويل سبرينج فلازم يتعرف باربع حاجات. اول حاجه المين ديامتر. المين ديامتر ديت اللي هي الديستانس بتوين التو سنتر لاينز دول، اللي هو اللي بيبقى عليهم الدوائر. ده المين ديامتر. وبرضه بيتعرف هنا الديامتر بتاع الواير. ما هو الكويل دوت بيبقى معمول ايه من واير وملفوف. تمام، بس فهنا الديامتر بتاع الواير اللي هو هنا هيبقى ب5. برضه هنا من عدد اللفات. طيب عدد اللفات ديت بنعد اللفات ازاي؟ او دايما ده بنعتبره بنص بنص. تمام، ولكن اللي في النص دول بلفة كاملة. فاحنا هنا لو عدينا هنلاقي عندك اللي هو ايه 1 2 3 4. طيب نص تحت ونص فوق يبقى ايه 5. تمام، يبقى دي فيهم انصاص دوائر دول بعتبرهم ايه بنص. تمام، يبقى نص فوق ونص تحت يبقى كده 1. وعندك 4 كاملين في النص يبقى ايه 5. طيب اي برضه كويل سبرينج بيتعرف برضه بالفري لينس، او هو ممكن يديك الفري لينس او ممكن يديك اللي هو ايه الوركينج لينس. بس يعني عامه ايه الفرق ما بين الفري لينس والوركينج لينس؟ الفري لينس دوت اللي هو الطول الحقيقي واللي هو يعني مش منضغط. تمام، ده الفري لينس. طيب هل احنا بقى لما بنرسمه بالفري لينس؟ لا، احنا بنرسمه بالوركينج لينس. اللي هو يعني يعني واحنا بنجمع بنضغط السبرينج كده ايه شويه وبنركبه في مكانه. تمام. طيب اللي هو يعني طوله بقى وهو مضغوط كده ده بيبقى اسمه الوركينج لينس. طب الوركينج لينس ده بنجيبه ازاي؟ يعني بيتحسب حسبة صغيرة. الوركينج لينس ده دايما بيكون 0.9 من اللي هو ايه من الفري لينس، او 90% من الفري لينس، يعني اللي هو 0.9 من الفري لينس. تمام. طيب بس فاحنا هنا ممكن بقى ايه نبدأ ونشوف بنرسم ازاي. انت طبعا هتكون رسمت يعني مثلا في الرسمه ديت انت طبيعي رسمت هتكون رسمت اللي هو او بدأت بالسبندل. تمام، بعد ما هترسم السبندل هترسم اللي هو ايه البوتوم البوتوم سيت دي. تمام، بالمنظر ده اهو. حلو. طيب رسمت البوتوم سيت، هتطلع مسافة الوركينج لينس من اللي هي ايه من الخط ده بقى. ما هو الخط ده اللي قاعد اصلا عليه السبرينج. تمام، فهتطلع بقى ايه مسافة الوركينج لينس اللي هي 0.9 من الفري لينس. وتبدأ ترسم اللي هي ايه التوب سيت او بالمنظر ده. تمام، فانت المسافة ديت قد ايه؟ المسافة دي اللي هي الوركينج لينس اللي هي 0.9 من الفري لينس. حلو. طيب وبعدين هتعمل ايه؟
بعدين هترسم السنتر لاينز ديت. تمام، اللي هو بقى ايه، تطلع يمين وشمال، ترسم السنتر لاينز اللي هي دي، اللي يبقى عليها الدوائر اللي هي المسافة ما بينهم هتبقى المين ديامتر. طيب برضه بالمناسبة هو ممكن ما يدينيش المين ديامتر ده، ولكن يديني زي الاوتر ديامتر. حلو. والانر ديامتر. تمام، الاوتر ديامتر والانر ديامتر. فلو هو اداني الاوتر ديامتر والانر ديامتر للسبرينج، فبالتالي هنقدر نحسب المين ديامتر دوت. طب ازاي؟ هيبقى المين ديامتر هيبقى ايكوال الاوتر ديامتر بلس الانر ديامتر على الاتنين. تمام. طيب مجرد ما بنعمل كده، مجرد بقى ما بنرسم السنتر لاينز دي فهنرسم نص دايرة من تحت بقى على اليمين او على الشمال، ومن الناحية التانية هنرسم دايرة كاملة. طيب فوق هنعمل العكس، الناحية دي نص دايرة والناحية التانية دايرة كاملة. تمام. طيب لو ما كانش عندك وقت في الامتحان ترسم بقية الدوائر، لان بيحتاج لها كده شوية حسابات، هتعمل ايه؟ هتوصل كده دول كده ببعض بدودة ايه او بداش لاينز. تمام، او بالمنظر ده. تمام، هتوصل كده ايه الدوائر ببعض بداش لاينز. وده كده هيكون اللي هو ايه السبرينج. ده لو انت ما كانش عندك وقت في الامتحان. طيب لا كان عندك وقت في الامتحان، واللي هو يعني او انت حبيت اللي هو ايه ترسم له السبرينج مثلا، تاخد بونص، او اللي هو أو مش هتاخد بونص، يعني اللي هو ايه تظهر اللوحة بتاعتك يعني. تمام، يكون احسن اكيد. تمام، اللي هو مثلا لو شاف عندك شوية غلطات او اي حاجة، بس لا انت رسم له السبرينج كويس، مش من كروت، فاللي هو ايه يعني ممكن يخدمك. طيب نعمل ده ازاي؟ هو احنا قلنا ان احنا هنا عدد السبرينج قد ايه؟ 5 لفات. طيب احنا كده اوريدي رسمنا اللي هو ايه يعتبر، ما قلنا اللي هو ايه اللي بيبقى فيها النص ديت هي بتبقى يعتبر نص لفة. احنا رسمنا من ال4 لفات نص اهوت فوق ونص تحت. قصدي سوري، رسمنا من ال5 لفات نص فوق ونص تحت، يبقى كده باقي قد ايه؟ باقي 4 لفات. يبقى احنا عايزين نرسم 4 لفات في ايه؟ في المسافة ديت كده. تمام. طيب فاحنا هنعمل ايه بالظبط؟ احنا برضو احنا عايزين نرسم ال4 لفات دول او ال4 دواير في كل ناحية، بحيث ان المسافات تبقى مظبوطة اللي هي ما بين او متساوية ما بين كل دايرة والتانية. فاحنا عايزين بقى ايه؟ نحسب حسبة تطلع لنا اللي هي مسافة ما بين كل دايرة والتانية. طيب نحسبها ازاي؟ ببساطة احنا هنعمل ايه؟ هنشوف المنطقة اللي احنا هنرسم فيها. تمام، هنطرحها من المنطقة اللي عندنا. فلما نطرح المنطقة اللي احنا هنرسم فيها، اللي هو مجموعة يعني زي ال4 دواير دول لازقين في بعض من المنطقة اللي عندنا دي، طبعا الناتج هيكون اللي هو ايه؟ الناتج هيبقى الفراغات. انت طرحت المنطقة يعني اللي انت هتشخبط فيها من المنطقة اللي عندك، فبالتالي هيبقى الناتج هيبقى ايه؟ الفراغات. هنقسم الفراغات دوت بقى على عدد الفراغات، فبالتالي هيجيب لك اللي هو ايه؟ المسافة بتاع كل فراغ. تمام. طيب يعني ايه؟ ممكن نشوفها. هو احنا المنطقة ديت اصلا اللي احنا عايزين نرسم فيها الدوائر، او الطول دوت هيبقى قد ايه؟ الطول ده هيبقى الوركينج لينث اللي هو 0.9 من الفري لينث. تمام، ماينس 1.5، ما انت عندك دايرة ونص، فهيبقى ماينس 1.5 من الديامتر بتاع الواير. تمام. طيب هتطلع بقى من الطول ده ايه؟ هتطلع من الطول ده عدد اللفات اللي انت عايز ترسمهم هنا، او عدد الدوائر مضروب في اللي هو الديامتر بتاع الواير. اللي هو احنا عندنا هنا الديامتر بتاع الواير قد ايه؟ 5، فانت 4 دواير في 5 20، يبقى انت من الطول ده هتطلع منه 20. فبالتالي الناتج اللي عندك هيبقى ايه؟ الفراغات. صح. طيب هنقسم الفراغات دوت بقى، او اللي هو يعني المنطقة البيضاء اللي انت مش هترسم فيها، فهنقسم بقى اللي هو الناتج دوت على ايه؟ على عدد الفراغات. دايما بيبقى عدد الفراغات هو بيبقى ايكوال عدد الدوائر بلس 1. تمام، اللي هو ممكن نقول عدد اللفات. ما انت عدد اللفات اصلا، او انت عدد الدوائر اللي انت هتقسمها قد ايه؟ 4. طب ما انت لما 4 عايزين عدد الفراغات، قلنا عدد الفراغات اللي هو هيبقى عدد الدوائر بلس 1 اللي هو هيبقى 5. طب ما 5 دوت اللي هو اصلا هيبقى عدد اللفات. فاهم؟ بس فدايما عدد الفراغات ممكن نقول اللي هو ايه؟ يبقى عدد اللفات. فاحنا نقسم بقى ناتج الطرح على
عدد اللفات اللي هو هيبقى 5، وليكن مثلا طلع 4، ف4 ديت اللي هي تبقى المسافة ما بين اللي هو ايه الدايرة والتانية. تمام، فانت هنا هتسيب مثلا 4 وترسم اهي أول دايرة، 4 وتاني دايرة، 4 وتالت دايرة، 4 مثلا ورابع دايرة، والناحية التانية كذلك أو هتسيب 4 وأول دايرة. تمام، تاني دايرة، تالت دايرة، رابع دايرة. حلو. طيب، طب بعد ما بتعمل كده بتعمل ايه؟ طبعا انت اوريدي راسم زي السبندل كده هنا اصلا في النص، فبتوصل بقى بالمنظر ايه ده. تمام، اهو. حلو، بتوصل بقى ايه كده، سوري ما بتقطعش السبندل، فبتوصل ايه كده. تمام، من ظهر ايه السبندل. حلو، بس ودوت كده يكون السبرينج. وطبعا هتعمل هاتشنج ايه في الدوائر ديت. تمام، في نفس الاتجاه لان هي بلط ايه واحد. تمام، بس ودي كده طريقة رسم السبرينج. يبقى تاني بس بسرعة، احنا بنعمل ايه؟ احنا بنرسم اللي هو ايه اول حاجة البوتوم سيت. طيب بعدين بنطلع مسافة الوركينج لينس، وبنرسم السطح التاني اللي هيرسى عليه بقى ايه السبرينج في او بنحدد السطح التاني اللي هيرسى عليه في السبرينج في التوب سيت، وبنرسم التوب سيت. طب بعد ما بنرسم التوب سيت بنحسب الديامتر، المين ديامتر لو هو مش مديهولنا. تمام، لو هو مديهولنا بقى ايه على طول بنرسم الايه السنتر لاينز اللي بيبقى عليها الدوائر. طيب من ناحية برسم نص دايرة والناحية التانية دايرة كاملة، وبطلع فوق بعمل العكس. تمام، الدايرة بيقابلها فوق نص دايرة، والنص دايرة بيقابلها فوق ايه دايرة. تمام. طيب مفيش وقت، هوصل اللي هو ايه يعني زي تانجنس كده. تمام، هتبقى ايه داشات. طيب لو في وقت، لا انا هرسم له بقى ايه بقية الدوائر. طيب هنرسم بقية الدوائر ازاي؟ عايزين نقسم وتطلع المسافة مظبوطة. فهنعمل ايه؟ طبعا هتشوف انت المفروض ترسم كام لفة. المفروض انت اوريدي رسمت النص تحت ونص فوق، فانت اللي هو متبقي عندك اللي هو ايه عدد اللفات ماينس 1. تمام. طيب هتشوف عدد الدوائر عندك كام، هتضربه في الاوتر ديامتر بتاع او في الديامتر بتاع الواير. هتطرح الناتج دوت من المسافة اللي عندك. تمام، اللي هي هتبقى دايما هتبقى الوركينج لينس ماينس 1.5 في برضه في الديامتر بتاع الواير. كان انت جبت زي مسافة الفراغات. تمام، ولكن بس هتقسمها على عدد الفراغات اللي هو هيبقى ايكوال عدد اللفات. تمام. وهتكون كده جبت اللي هي مسافة بين الدايرة والتانية هتحددها، أو يعني هتسيبها بقى وترسم الدايرة، وتسيب وترسم بقى الدايرة برضو في اليمين وفي الشمال. وطبعا توصل بقى ايه الدوائر ايه ببعض من يعني في ظهر، أو ما تقطعش السبندل يعني، أو تبقى الخطوط ديت ايه ورا ايه السبندل. تمام، بس ده كده طريقة رسم الكويل. آه وكده وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش بس يعني يا صديقي تدعمنا بالاشتراك عشان لو تحمسنا عشان نقدر نكمل ونعمل شجعنا يعني عشان نعمل لك فيديوهات تانية وشغل تاني. وبس. وبرضه ما تنساش تصلي على حبيبك النبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.